في واحد الوقت اللي المؤسسات ولاو هما السلاح الحقيقي لأي بلاد باغية تبني مستقبلها. القاسم الانتخابي خرج من كونه غير الطريقة باش نحسبوا الأصوات، ولا أداة قوية باش نعاود نرسموا الخريطة الانتخابية ديال المغرب بمنطق جديد: التكافؤ، التوازن والتمثيلية الحقيقية. ماشي انقلاب، ماشي حيلة، بل إعادة بناء القواعد اللعبة باش الصوت الصغير يتسمع والصوت الكبير ما يبقاش هو اللي محتكر الهضرة. في وسط هاد المعركة الساكتة بانت السمية ديال واحد خدام في الظل ديال المؤسسات، ماشي بالمقويت، ماشي بالترند، ماشي بضوء الكاميرا، بل راجل صب كيخيط في النظام الاداري بالخيط الابيض. عبد الوافي الفتيت، الراجل اللي كيلعب بزاف ديال الادوار بلا ما يطلب شي اعتراف. هو وزير الداخليه، وزير التعليم، وزير الصحه، وزير الطوارئ، وحتى وزير الجوفرنانس، بلا ما يكون عنده اللقب الرسمي. الفتيت خدام بمنطق الدوله العصريه، ماشي بمنطق الداخليه القديمه اللي كنا تنعرفوها زمان. اليوم وزاره الداخليه ما بقاتش تعني المكادم والزرواطه والسيطره، ولات بحال مدرسه ديال التسيير، التدبير، الرؤيه، الحلول. المواطن اليوم ما بقاش كيشوف الداخليه غير بحال جهاز امني، كيشوفها مؤسسه كتكون بحال جامعه ديال الجوفرنانس. من هنا خرجت العباره الطويه: ان من الداخليه والى الداخليه راجعون. ماشي دعاء، بل تلخيص لمرحله كامله كتعيشها الدوله المغربيه، مرحله كتقلب المفاهيم، كتفرغ المصطلحات من المعاني القديمه ديالها وكتعمرها بمعاني جديده، معاني كتخدم الوطن والمواطن. واللي جاي اكبر، البروجي الجاي غادي يحرر القرار الانتخابي من الحصار الحزبي، ويرجع السياسه تكون شأن وطني ماشي لعبه عدديه. وهذه هي اللحظه، لحظه الادراك، لحظه كوننا، اللحظه اللي الدوله كتهضر فيها بصوت ما محتاج يرفع لا حتاش كيوصل. تابعونا على كوننا باش تسمعوا صوت المؤسسات من الداخل، بصوت العقل وبنبره المستقبل.